يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي كوبايه قهوه مع ميرو. يا رب القناه تعجبكم وتطلعوا منها بكامل الاستفاده. بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. يلا اعملي المشروب المفضل ليكي وتعالي هاتيه واسمعي الفيديو. النهارده بكمل لكم فيه العادات اللي توفر لك في مصروف البيت. ممكن تكوني ماشيه بنظام صح، وممكن تكوني بتحوشي، وممكن تكوني داخله مثلا في جمعيه، ممكن تكوني بتديري البيت بطريقه صح، ما عدا كام حاجه كده بيوقعوا منك وانت بتديري البيت. الحاجه دي لو خدتي بالك منها هتفرق معاكي كتير قوي، وهتطلعي منها فلوس هتحوشيها، هتجيبي طلبات خاصه ليكي، هتسيبيهم على جنب لاولادك للزمن. الحاجات اللي هقول لك عليها دي دلوقتي كانت بتفوتنا كلنا وبتعدينا، يمكن اغلب الستات النقطه دي ما كانتش بتاخد بالها منها، ويمكن بنصرف فيها تحسي من غير ما نحس، بقى تعود اكتر منه اسراف. الحاجات دي انا اكتشفت ان هي بتاخد فلوس كتير، ويمكن تهدر لك المصروف كله مهما تكوني بتحاولي تمشي البيت صح. انا في الفيديو ده هقول لك على 4 عادات للتوفير هيفرقوا معاكي جدا. بس خلي بالك ان الحاجات اللي هقول لك عليها دي ممكن تكوني انت مش اخده بس بالك منها، رغم ان انت بتحوشي وبتوفري وماشيه على قد قوي وزنقه نفسك، وبتشيلي ال5 جنيه على جنب وال10 جنيه على جنب، حتى الفكه اللي بتلاقيهم مثلا مع جوزك بتعينيهم في حصاله للزمن للصدقات. انا فاهمه كل ده، بس طبعا انا كنت مكلماكم في الفيديوهات اللي فاتت ان اول حاجه تودينا للرزق الواسع واني اعرف اعين حاجه للزمن هي ان انت بتطلعي الصدقات. الصدقات دي خلاص بقت حاجه بالنسبه لنا معروفه. من الحاجات اللي ممكن ما بتاخديش بالك منها في موضوع التوفير او بتهدري فيها كتير، طبعا اكيد انت من الستات اللي لازم كل اسبوع او كل 10 ايام بتنزلي تجيبي شنط لباسكت الزباله، ودي كلنا كنا بنعملها. طب فكرتي قبل كده ان الشنط دي ثمنها دلوقتي بيعدي ال50 وبيعدي ال60 جنيه، وانك تقدري توفري ثمنها؟ هقول لك تقدري توفري ثمنها ازاي. انا عايزاكي اي شنط تجيبي فيها خضار، تجيبي فيها عيش، تجيبي فيها قراميش، تجيبي فيها حاجات من الصيدليه، تجيبي فيها هدوم، اي شنط تجيبيها ما ترميهاش. حتى لو الشنط دي اكتشفت ان هي متوسخه او مش نظيفه، اخدها اغسلها احطها في الحوض واملي الحوض ميه مع شويه بريل، اغسلهم حلو واروح انشرهم. اول ما ينشفوا اشيلهم من على المنشر وابتدي بقى ارتبهم في التربو عندي او في الدرج بتاع الشنط او في الكياس اللي بنعين فيها اكياس. المهم بدل ما تشتري في الشهر بال 150 جنيه اكياس للباسكت واكياس للزباله، لا انا ممكن اوفر ثمنهم واجيب ثمنهم على جنب، واي شنط تجي لي حتى لو كانت صغيره هتنفعني. وبدل ما تعملي شنط كبيره مثلا لباسكت الزباله، يا ستي هاتي شنطه صغيره وكل لما تتملى اربطيها وابعتي اي حد من ولادك يرميها، وتبقي كده انت وفرتي ثمن الشنط دي. وانت الاولى الحاجات اللي تعرفي تستغني عنها ويبقى في منها بدايل اعمليها. انت اولى بكل ربع جنيه انت وبيتك وولادك. بص لها بشكل صح ان العاده دي مش هنحسبها بالشهر. لو انت اتعودتي على العاده دي ما تحسبهاش بقى بالشهر، لا ده انا هحسبها بالسنه. انا في الشهر الواحد هوفر 150 جنيه. يا ستي خليكي وفرتي 100 جنيه. ال 100 جنيه في الشهر هتعمل كام في السنه؟ المبلغ اللي هتطلعه انت اولى بيه تعينيه لاولادك، تجيبي لاولادك حاجه ناقصه، في حاجه في بيتك ناقصه من الاجهزه تجيبيها، تجيبي لك كبه، تجيبي لك خلاط. انت اولى بالفلوس دي. من الحاجات اللي كانت بتهدر لي في المصروف ومن غير ما احس ان كل لما اجي انزل مشوار احتاج اركب تاكس، لا ساعات احتاج اكتر من تاكس، 2 3. المهم اي مشوار اروحه نط في اي تاكس يقول لي 20 يقول لي 30، المهم ادفع علشان اخلص المشوار اللي انا فيه. بعد كده حسبتها، قلت طب انا ايه اللي يخليني كل ما انزل مشوار ادفع لي بال90 جنيه وبال80 جنيه مواصلات؟ طب ما انا اخد ميكروباصات، الميكروباص ب5 6 جنيه، لو حتى ما نزلنيش قدام المصلحه اللي انا رايحاها انا ممكن انزل في حته قريبه شويه وامشي الحته دي، ومنها كمان اكون جريت دمي ومنها اكون حركت جسمي احسن ما جسمنا اتخشب في البيت من كتر قعده البيت. برضو الكلام دوت تمشيه مع اولادك، الدروس هتشتغل لما تدي لاولادك فلوس سناتر، تدي لاولادك فلوس للتكوسه. طب وانا اعمل ليه كده؟ انا اعلم ولادي يركبوا الميكروباص، الميكروباص نزلهم في حته بعيده يكملوا الباقي مشي، يعوضوا ده في ايه؟ ان ينزلوا بدري شويه عن الميعاد بتاعهم،
برضو انت رايحه مصلحه حكوميه، رايحه تقضي مشوار خاص بيكي، بدل ما تركبي الكوسه اتمشي شويه، حركي جسمك، لان الحركه رياضه، جسمنا نفسه محتاج تمشيه. احنا ركننا في البيت اغلب وقتنا، وده اثر بالسلب على صحتنا. ففي نفس الوقت تقدري توفري من مصروف بيتك مبالغ حلوه قوي لو انت خدتي بالك من الحاجات الصغيره دي. ممكن اغلب الناس ما بياخدوش بالهم منها، او بيعتبروها اللي هو ايه، هو انا هوفر كام يعني، هو انا كل يوم هنزل مشاوير؟ يا ستي انت بتحتاجي في الشهر تنزلي كام مشوار؟ 3 مشاوير، 4 مشاوير. طب ال3 مشاوير وال4 مشاوير لو انت بتاخدي فيهم تكوسه، هنقول يا ستي بتاخدي مثلا تكوسه في الشهر كله ب 100 جنيه، مش هقول لك في النزله الواحده بال70 وال80 جنيه. بتنزلي مثلا 4 مرات في الشهر، بتصرفي تكوسه 100 جنيه، انت اولى بيها وبيتك اولى بيها، وهاتيها على جنب، هتنفعك في حاجه تانية. القرش الابيض ينفع في اليوم الابيض. من الحاجات التانية اللي هتوفر لك كتير قوي، انت بتعرفي تحوشي ولا لا؟ في واحده بتيجي تقول لي انا يا مروه عندي مشكله، انا الفلوس ما بتقعدش في ايدي، انا الفلوس معايا بتتعفرط، انا كل ما اعين مبلغ على جنب بتجيله حاجه وبيتصرف، وكل ما اشيل من المرتب واعمل زي ما انت بتقولي عشان اشتري ذهب، مفيش حاجه بتكمل معايا ومفيش حاجه بتتوفر معايا، بيتفتح لي 100 باب والفلوس بتطير مني. ولو الفلوس ما اتفتح لهاش ابواب، انا بعرف افتح لها الابواب وبطيرها. لو انت بقى من الناس دي، خلي بالك من اللي جاي اقوله لك ده. الناس اللي ما بيمشيش معاها التحويش انها مسرفه وما بتعرفش تجيب حاجه على جنب وما بتعرفش تعين للزمن، الناس دي حلها ايه؟ ما هي الناس دي برضو ليها حل. الناس دي حلها الجمعيات. ازنق نفسي في جمعيه ليه؟ الجمعيه الزام والتزام، مش هعرف اخرج منها غير لما اخلصها واقبضها. طيب هل انا لو دخلت جمعيه افضل دور ليا ايه؟ افضل ادوار في الجمعيات ما تكونش في الاول، عكس ما الناس فاهمه. قبضتي في الاول هتفضلي تقعي طول الشهور وتحسي ان الجمعيه طويله وتحسي ان الجمعيه تقيله، فالافضل تقبضي جمعياتك لا في الدور الوسطاني لا في الدور الاخراني. ليه؟ مش هتحسي بالجمعيه. اول ما هتقبضي الجمعيه مثلا في الدور السادس او الدور الخامس، هيبقى فاضل مثلا 5 شهور 4 شهور لو انت داخلها 10 شهور، هتيجي تبصي لما تقبضيها في النص ما حسيتيش بيها. لكن الادوار الاولى في قبض الجمعيات بتبقى تقيله شويه، الا في حاله واحده. لو انا مثلا داخله جمعيه بنفرين، النفرين دول مثلا هنقول ب 2000 جنيه، ال1000 الاولانيه كلمه صاحبه الجمعيه تقبضها لي في الاول، فهتديني مثلا 10 في الاول، ال10 التانيين بقى اخليهم في الاخر عشان برضو ما احسش بالجمعيه. طيب هتيجي تقولي لي انا ما اقدرش ادخل جمعيات بمبالغ كبيره لان الميزانيه بتاعتي قليله، لان عندي يا مروه ولاد في مدرسه، عندي ولاد طبعا بتتعلم، عندي تانية، عندي مصاريف اكل وشرب غير الالتزامات، فكل ده بالنسبه لي بيبقى ضاغط. ادخلي في جمعيه باقل القليل، لو تقدري تدخلي في جمعيه ب 300 جنيه ادخلي، ب 200 جنيه ادخلي، المهم ما تسيبيش نفسك كده للزمن والدنيا، يا مستكتر الزمن اكتر. يبقى اعمل حسابي ان اسيب حاجه على جنبي للجمعيه. لو انا شاطره وبعرف ادير مصروف بيتي وبعرف احوش واجيب حاجه على جنب، يبقى انا احوش واجيب فلوس على جنب تنفعني للزمن. المهم كل لما احوش مبلغ، لو انا عايزه اشيل الفلوس دي زي ما هي، مش عايزه اشتري ذهب مثلا، ابتدي اعين الفلوس كل ما احوشها، لا اما احطها في فيزا لا اما احطها في دفتر توفير. اهم حاجه اشيل الفلوس من قدامي عشان ارتاح وعشان ما اصرفهاش. من الثقوب والفتحات اللي بتضيع المرتب مني من غير ما احس، هي نزلاتي واحتياجي ان انا اشرب حاجه في الشارع. نازله يا مروه وانا في مشوار وانا في سوق وانا في اي حاجه، جيت ابص لقيت نفسي اشتريت اكتر من ازازه ميه، دخلت مثلا في 15 20 جنيه ازايز ميه لان الجو حر وانا مش مستحمله. اللي هيخليني اصرف 20 و15 في ازايز ميه يخليني املي ازازه ميه قبلها بيوم وعينها في الثلاجه او في الفريزر واخدها معايا المشوار اللي انا رايحاه. كده ابقى انا وفرت ايه؟ ثمن ازايز الميه اللي انا اشتريتها. ده مش بخل، ده مش معناها اني بقول لك قرصي على نفسك، انا بقول لك اصرفي بذكاء. في حاجات تعوض حاجات، في حاجات ممكن اعملها تريكات بسيطه بس هتفرق معايا في ميزانيتي كتير وهتفرق مع الوقت معايا. اصل انت ممكن تكوني من الناس اللي بتنزلي يوميا، ممكن تكوني من الناس اللي بتنزلي اسبوعيا، تروحي مثلا تتسوقي، تروحي تجيبي طلبات لبيتك، بدل ما انزل اشتري ازايز ميه بال 20 وبال 30 جنيه، انا اولى بالمبلغ دوت حتى لو كان صغير. وما تحسبهاش برضو بالمشوار، احسبيها بالشهر، انت كنت هتصرفي في الشهر كام ازازه ميه تشتريهم. المبلغ اللي هتوفري من ازايز الميه
يا ستي عينيه واعتبريه مصروف ليكي وهاتيه على جنب من الميزانيه، بس احسن ما تصرفيه في الكلام ده. انا عندي تملي لك ازازه ميه قبل ما تنزلي وتبقى في شنطتك، احتجتي تغسلي وشك، احتجتي تغسلي ايديكي، احتجتي تشربي، ميتك تبقى معاكي، انزلي من بيتك بازازه الميه بتاعتك. من الحاجات التانية برضو اللي ممكن تهدر معاكي في المصاريف، ان وانا نازله احب اشرب كوبايه قهوه طول ما انا ماشيه في المشاوير، اشتري عصير، لا اشتري قهوه، لا اشتري بسكوت. طول ما انت ماشيه عماله تصرفي، تيجي تبصي بعد كده لما تروحي تكتشفي ان انت صرفتي 60 و70 جنيه في بسكوت وفي قهوه وفي عصاير. طب ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل صينيه كيكه في بيتي، اخد في الشنطه بتاعتي قطعه كيكه في الشنطه، لو حسيت ان انا هبطت، لو حسيت ان عايزه اكل حاجه، حسيت اشرب حاجه. عندنا المجات الحراريه الصغيره دي، اعملي قهوه فيها، لو انت كيفه قهوه، لو انت كيفه شاي، اعملي الحاجه فيها وخديها معاكي في شنطتك. لو انت مثلا سايقه عربيه، حطيها في العربيه معاكي واشربي اللي انت عايزاه، احسن ما اروح وانا ماشيه اجيب لي قهوه مثلا ب 30 40 جنيه ولا ب 50 جنيه. طب ما انا عندي البن في البيت، طب ما انا اعمل القهوه بتاعتي واخدها معايا. وليه ما اعملش حسابي مثلا ان انا اشرب قهوتي قبل ما انزل؟ ساعات بيجي لنا مشاوير ما بنعرفش مثلا نشرب القهوه بتاعتنا قبل ما ننزل، بس ما دام ما اروح اشتري واكلف نفسي كوبايه قهوه ولا كوبايه عصير، لا اعمل كوبايه القهوه معايا واخدها في شنطتي، وكذلك كوبايه الشاي اعملها واخدها في المج الحراري. وبرده مش هتحس بتوفيرك في الامور دي من يوم وليله. لو مشيتي على النمط ده والعادات دي، بعد كده هتحسي ان انت وفرت كتير جدا من غير انت ما تحسي. برده في عاده كده انا بلاحظ ان اغلب الستات بتقع في الفخ بتاعها، ان احنا ندخل السوبر ماركت داخلين مثلا نجيب كيس مكرونه، داخلين نجيب كيس سكر، داخلين نجيب ازازه زيت، تيجي تتفاجئي ان السوبر ماركت عامل عروض، عامل تخفيضات على الشوكولاته، على المكرونه، على اي حاجه. تقفي تحسي ان انت لو اخدتي من العروض دي تبقي انت الفايزه، وتبقي انت كده اللي بتوفري. عايزه اقول لك ان ده فخ، اوعي تعملي كده. احنا ملناش دعوه لا بعروض ولا بتخفيضات، احنا لينا دعوه بميزانيه. انا ماشيه ازاي مع بيتي، انا بخطط ازاي، العرض اللي انا هجيبه هينفعني في ايه. مثلا ان العرض ده على المكرونه، كيسين مكرونه ومعاهم واحد هديه، لو جيت حسبتهم كلهم هلاقيهم برضو غاليين على اني انا بروح للعطار اشتري سايب. يبقى انا في النهايه ما كسبتش حاجه، ويبقى انا في النهايه فين العروض اللي فادتني؟ ما تتاثريش بالعروض، ما تخليش العروض تخليكي تهدري في المصروف وتهدري في الفلوس اللي معاكي على فاضي. اي عروض اشوفها انا مش هجيبها، مفيش حاجه هتلمع في عيني، انا ماشيه بورقه وقلم وماشيه بنظام. لو عايزه تعملي قرش لبكره. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، بس ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم، واشوفكم على خير. يلا سلام.